الملخص بتاعنا بيبدأ مع بنت اسمها كيرا وهي بتولد، وكيرا دي بتكون وزنها فوق ال100 كيلو تقريبا، وبتكون في بنت تانية واقفة معاها اسمها يونج بتقول لكيرا ان هي صعبانة عليها جدا، وبنفهم ان كيرا دي هي اصلا اللي يونج وصلتها لوزنها ده، لان هي كانت بتديها هرمونات في حقن بالعافية، وكمان اجبرتها انها تنام مع شخص اسمه ايفان، وده بيكون اغنى شخص في المدينة عشان تاخد ابنها وتنسبه لنفسها. ولما كيرا بتعضي يونج من ودانها، يونج بتضربها بحقنة مخدرة في رقبتها عشان تخليها تهدى تماما، وبتاخد ابنها امير وبتمشي بيه. والست اللي بتولدها بتلاقي ان بعد ما يونج ما مشيت كيرا خلفت بنت كمان توأم، وبنشوف كيرا بعدها ب5 سنين وهي في حمام سباحة مع واحدة صديقتها بعد ما خست جدا ورجعت زي زمان، وبتفضل تدور على ليلى بنتها لحد لما بتخبط في شخص، وبتقول انها حاسة انها عارفاه، بس هو بيجيله مكالمة تليفون وبيمشي. وبعدين ليلى بتيجي وبتقول لوالدتها انها اسفة لانها كانت بره مش اكتر، بس في خناقة حصلت معاها وهي عايزاها تطلع تشوف ايه الموضوع. واول لما كيرا بتطلع بره بتلاقي ان بنتها اتخانقت مع ولد صغير، ولكن الست اللي بتكون معاه مش بتكون هي والدته، وعشان كده كيرا بتطلب منها تروح تجيب حد من قرايبه يتكلم معاها. وبعدين بتقف كيرا مع الولد الصغير وبتطلب منه يخرجوا بره يتكلموا شويه، ولكن الولد بيبان هو عنده توحد ومش بيتكلم مع اي حد، بس اول لما بيخرجوا بره بيتكلم مع كيرا عادي وبيقول انها شبه والدته اللي بيشوفها في الاحلام. وفي الوقت ده والده ايفان بيشوفه من بعيد وبيستغرب جدا ان ابنه امير بيحضنها عادي كده، لان هو اصلا مش بيحب اي حد يلمسه. وفجاه بتوصل يونج بتاخد الولد الصغير من ايدها، وساعتها كيرا بتفهم بقى ان يونج هي والدة الولد ده في البطاقة، وعشان كده بتودعه وبتمشي. وبعدها بنشوف كيرا وهي سايقة الموتوسيكل بتاعها بوالدتها، ولكن عربية ايفان بتكون ماشية وراهم وفعلا بتوقفهم في الطريق بشكل قوي جدا، لدرجة ان كيرا بتنزل تتخانق مع السواق. وساعتها بيسألها ايفان اول لما بينزل اذا كانت تخينة زمان، ولكنها بتضرب ايفان وبتقوله ان ده سؤال منحرف جدا من شخص شكله مش كويس، وبتاخد الموتوسيكل بتاعها وبتمشي. وبيكون هو بيفكر هل هي البنت اللي في دماغه ولا لا. وبعدها السواق بياخد الصور اللي صورها لكيرا وايفان وهم سوا وبيفرجها ليونج، وساعتها بتقول انها لازم تعرف مين البنت دي. وبالليل بتكون كيرا بتنيم بنتها ليلى، ولكن بيوصل لها مكالمة من يونج بتهددها فيها وبتقول لها انها لازم تبعد عنهم، بس البنت الصغيرة بتسمع المكالمة وبتقوم تجيب كل المعلومات عن يونج من النت، وبتقول لامها انها رئيسة عائلة فانس وزوجة ايفان. ولكن بنلاحظ ان ليلى ذكية جدا وبتقدر ان هي تهكر اكبر خادم شبكة في الشركة بتاعتهم بعد لما والدتها بتنام. وطبعا الخبر ده اول لما بيوصل عند ايفان بيطلب من المساعد بتاعه ان هو يحدد مكان الهاكر اللي عمل كده، واول لما بيعرف مكانهم بيطلب من المساعد بتاعه ان هو يروح عليهم بسرعة عشان هو عايز يعرف هم ليه بيعملوا كده. وفي نفس الوقت ده بتكون صاحبتها طلعت عندها البيت وقالت لها ان في عربية مستنياهم تحت، واول لما بينزلوا بتلاقي ان المساعد بتاعه موجود وبيوصلهم لحد مكتب الشركة، وهناك بيقول ان كيرا بس هي اللي هتخش. واول ما كيرا بتخش بتتعرف عليه طبعا لان هو الشخص اللي هي خبطت فيه وكمان اتخانقت معاه في الشارع. وساعتها بيسالها مين الوالد للبنت اللي معاها، وساعتها هي بتسكت، فبيقول لها ان هو مش مهتم بالكلام ده كله، هو مهتم بشركته اللي اتهكرت وهي مش بتكون فاهمه هي عملت ايه. وفي الوقت ده بتوصل يونج، واول لما بتخش بتقول له ان البنت دي كذابه في اي حاجه بتقولها، بس كيرا بتقول ان هي اول مره شافت مراته فيها كانت بتتخانق فيها مع الولد الصغير بسبب ان هو كان بيتخانق مع بنتها ليلى. وعشان كده ايفان بيطلب من يونج ان هي تطلع بره، وبيطلب من كيرا ان هو يفهم بقى هي ليه بتعمل معاه كده، لان هي اخترقت الشبكه عندهم. وهي طبعا في الوقت ده بتفهم ان ليلى هي اللي عملت كده لان هي مش بتفهم في البرمجه اصلا. ولكن فجاه بيلاقي ان ابنه امير هو اللي بيدافع عنها، وبيقول لابوه ان هو مش عايزه يقرب منها، وبيستغرب جدا ان ابنه بيدافع عن واحده ست، لا وكمان بيقول لها يا ماما، وبيشم ريحه امه فيها. وعشان كده بيطلب من كيرا انها تشتغل كمربيه عنده في البيت. وساعتها بنتها بتقول لها ان هي كمان عايزه تلعب مع امير، وبتطلب منه ان هي لو هتشتغل لازم تجيب بنتها تعيش معاهم، فبيوافق. وفعلا بيشوفهم بالليل وهم في البيت والاطفال بيلعبوا سوا، وبيقول لها ايفان ان هي عليها دين ب10 مليون وان هي تسدده بانها شغاله هنا. وساعتها بتقول ان هو شخصيه غريبه جدا وان هي مش فاهمه مين اللي ممكن يقرب منه، بس وهي بتلعب مع الاطفال الحارس الشخصي بيرن على يونج وبيقول لها عن كل حاجه بتحصل. وساعتها يونج بتقول انها مش فاهمه ايه هي الحيله اللي بتستخدمها الست دي عشان تقدر انها تضحك عليه وكمان تضحك على الولد الصغير. وكمان بالنسبه لايفان اللي بيتفرج عليهم بيلاقي الموضوع مختلف تماما لان هي بتعرف تتعامل مع الولد الصغير بحنيه. وفي الوقت ده بتوصل يونج على البيت، بس بيكون في منظر مش الطف حاجه لان كيرا بتكون هتقع وهو بيلحقها، وطبعا يونج بتقول عنها كلام وحش، ولكن كيرا بتضرب يونج بالقلم وبتقول لها انها مش زيها، وبتقول انها كانت هتسكت عن موضوع الخناق مع الولد الصغير، ولكن بتقول لوالده ان يونج دي هي اصلا السبب في التوحد اللي عنده، وبتوريه اثار ضرب على ايد ابنه. وساعتها يونج بتقول ان هي بتتبلى عليها، ولكن الولد الصغير ذات نفسه بيقول ان هي اللي كانت بتعمل معاه كده. وعشان كده ايفان بيبدا ان هو يخنقها وبيسالها هي ليه كانت بتعمل كده، فبتقول يونج ان هي كانت اول مره تتعامل مع طفل عنده توحد، وبعدين بتقول ان هو اسوأ منها اصلا لان هو دايما كان في المكتب وسايب الطفل هنا في البيت من غير ما يسال عليه حتى، وان هي اللي كانت شايله كل حاجه. وبتقول ان اكيد مش كيرا اللي جايه من بره البيت هي اللي توقعهم في بعض،
بعض، بس هو بيطلب منها انها تمشي وتسيب البيت. وتاني يوم بنشوف ايفان في عربيته والسواق بتاعه بيقول له ان هو نسي يقول له حاجه امبارح، وهو ان المستشفى اللي بيتابع فيها امير ابنه قالوا له ان في تطابق غريب جدا في الجينات بتاعته مع طفله تانية، وان هو كده عنده بنت. وساعتها بيقول ايفان الناس دي اكيد محتاله، وبيطلب منه يكبر دماغه. وبعدها بنشوف كيرا وهي رايحه على شغلها، واول لما بتخش الجيم الكابتن بيطلب منها انها تخش عشان في شخص طلبها بالاسم، واول لما بتخش بتلاقي ان هو راجل. وساعتها بتقول للكابتن ان هي بتدرب ستات او اطفال، بس هو بيقول لها ان الراجل ده دفع كتير جدا وان هو مش هيضايقها تماما، ولو ضايقها ممكن تسيب الشغل. واول لما بتبدا في تدريبه بيبدا ان هو يتكلم معاها وبيقول ان هي هتنبسط جدا معاه، ولكن فجاه بتيجي ست كبيره وتخينه وبتبدا انها تمسكها من شعرها وبتقول للناس ان البنت دي بتخرب البيوت، وبنفهم انها زوجة الراجل ده. ولكن كيرا بتحدف الست دي على الارض وبتقول ان جوزها هو اللي منحرف، وان هي عمرها ما كانت بتفكر بالتفكير ده. وفجاه بنلاقي ان ايفان بيتمرن معاهم في نفس الجيم وبيجي يفهم ايه الوضع. واول طبعا لما بيشوفوه الكل بيخاف، وحتى الكابتن بيعتذر منه ان هو حط كيرا في موقف زي ده. ما عدا الراجل الكبير بيبدا ان هو يقول ان هو صاحب شركه ايبكس، وان هو مستحيل حد يقدر يسد قصاده، لحد لما بيقدر يستوعب ان هو ايفان فانس صاحب شركات فانس المشهوره جدا، وبيبدا يعتذر منه، بس بيكون خلاص الوقت عدى وفات. وبعدها بتروح كيرا عشان تستلم الاطفال من الحضانه، وبتلاقي ان امير مناخيره بتنزف دم، وساعتها مش بتكون فاهمه هو في ايه، وبتعرف ان الست اللي هناك ضربت امير عشان هو ضرب ولد تاني. وساعتها ليلى بتقول ان الست دي كدابه لان اخوها ما ضربش حد. بس وقتها بتوصل يونج، وساعتها الست اللي شغاله في الحضانه بتبدا تقول بقى ليونج ان الست دي اللي اسمها كيرا بتحاول انها تعمل للولد، وان هي جايه عشان تشتكي ان هما بيضربوا ابنها. بس يونج بتقول ان ولا واحد فيهم له علاقه بانها تتدخل، وبتقول لكيرا ان بنتها كمان ممكن تطرد في اي وقت. ولكن في الوقت ده بيوصل ايفان وبيسمع كل حاجه، وبيقول ليونج ان هو مش مصدق ان الكلام ده يطلع منها هي. وساعتها طبعا صاحبه الحضانه بتبدا انها تخلي الولد الصغير يعتذر، فبيقول ايفان انه هيقفل الحضانه دي كلها وبيمشي مع كيرا. ولكن لما بيخرجوا يونج بتنده عليه وبتقول انها تعبت في ولاده امير، وان هو مستحيل يسيبها ويمشي كده من غير حتى ما يتجوزها. بس هو بيتعصب وبيقول ان هو طلب منها تبعد عنهم وان هو مش عايز يشوفها. وبعدها بيروح المكتب يلاقي المساعد بتاعه هو لسه مستنيه، وبيقول المستشفى بعتت التقارير الطبيه اللي بتظهر ان في تطابق فعلا مع بنت تانية، وده معناه ان يونج بتكذب، بس مش بيكونوا فاهمين هي ليه بتكذب في حاجه زي كده. فبيقول له ان هم لازم يروحوا يتاكدوا منها شخصيا، وفعلا بيروحوا البيت عندها، وبيبدا ان هو يبص حواليه، بس هي بتقول له ان هي مستحيل تخونه، وان هو لو بيفكر في حاجه زي دي يبقى اكيد كيرا هي اللي قالت له حاجه زي كده. بس هو بيديها التقارير وبيطلب منها الطفل. وساعتها بقى بتكتشف يونج ان هي اتفضحت، وعشان كده بتحاول انها تقول كذبه جديده بسرعه، وبتقول ان هو لو اتخلص منها عمره ما هيشوف بنته تاني. ولما بيسال هي فين بتقول له ان هي لو اتجوزته هتقول له بنته فين. وعلى الجانب التاني بنشوف امير وليلى هما في البيت عند كيرا، وساعتها امير بيشوف جزمه راجل عند باب البيت، وساعتها بيسال بنت هي ابوها فين، فبتقول ان هي امها سايبه الجزمه دي بس عشان خاطر انه مش هينفع اتنين بنات يسكنوا مع بعض من غير ما يحموا نفسهم، وان الناس لما بتشوف الجزمه دي بيفتكروا ان في راجل جوه وعشان كده هم حاطينها. ولكن طبعا لما ايفان بيجي البيت بالليل وبيشوف الاحذيه دي بيفكر ان كيرا متجوزه، وعشان كده بيقول ان هو هياخد ابنه ويمشي، وعايز بس انها بكره تيجي في الميعاد. طبعا لان ما فيش حاجه ما بين كيرا وايفان، بتروح تاني يوم عشان تقابل شخص اتفقت معاه ان هم هيتقابلوا ويتعرفوا على بعض. ولكن من اول قعدتهم بيبدا الراجل يتكلم عن الانجاب، وان هو مش بيحب الاطفال قوي، بس بيقول لها ان هو ممكن يديها هديه زفاف كبيره جدا، وان هو مش فارق معاه الفلوس خالص، بس هو محتاج منها ان هي تسافر معاه بره. ولما بترفض وبتكون ماشيه بيمسك ايدها بالغصب، بس ايفان بيوصل وبيضرب الراجل. وطبعا بيقول الراجل ان هو مش فاهم هما بيضربوه ليه، بس كيرا بتقول ان هو لو بيتكلم هياخدوا تسجيلات كاميرات المراقبه من مكان ويسجنوه. ولما بيخرجوا بره بيسالها هي ليه بتقابل شخص زي ده، فبتقول ان جدتها قالت لها انها لازم تتجوز عشان خاطر البنت. ومن هنا بقى بيفهم ايفان انها اصلا مش متجوزه، وبتقول له انه بسبب ليلى مستحيل انها تتجوز. وساعتها بيقول لها ان هما ممكن يتجوزوا لان اولادهم الاثنين منسجمين جدا، فبتقول له ان هي مش عندها اي مانع، بس الاطفال برضو لازم ان هما ياخدوا رايهم، خصوصا ان هما مش لوحدهم. وبتكون كده قدرت بالذكاء انها توقعه في حبها، وبتكون دي خطتها اصلا عشان تخلي يونج تتدمر تماما. وبعدها بنشوف اخو ايفان وهو قاعد مع امير، وبيقول له ان كيرا للاسف مش هينفع انها تكون امه لان هي هتكون مرات عمه. ولما ايفان مش بيكون فاهم هو ليه بيقول كده، بيفهمه اخوه الصغير ان هو قابل كيرا قبل كده وان هو معجب بيها وهيعترف لها النهارده. وفعلا اول لما بتوصل بيبان ان هما الاثنين عارفين بعض، ولكن اخوه العشم بيكون واخده بالزياده وبيفتح لها حضنه وبيحضنها، وهي بتتكسف انها تكسفه، وعشان كده بتتكلم معاه عادي، وبتفهم منه كمان ان هو اخو ايفان وبتتصدم. وعلى الغدا بتلاحظ ان هو باصص عليها جدا، وبتسال اذا كان في حاجه في وشها، بس هو طبعا بيعكسها وبيقول لها ان هي حلوه جدا وعشان كده باصص لها. ويونج بتكون في الوقت ده قاعده مع والدتها، وبتقول لها ان تقريبا كده لما كيرا ولدت زمان كان في بنت تانية، بس هي كانت مش عارفه حاجه زي دي، وان هي مش عارفه ازاي تتصرف دلوقتي. فبتقول لها والدتها ان هم لازم يلاقوا البنت دي في اقرب وقت عشان تقدر انها تتجوز من ايفان، وبتطلب منها تتصل بيها حالا. وفعلا بتتصل بايفان وبتقول له ان بنتهم هي الورقه الاخيره اللي يقدر ان هو يكسبها
يموتها لو اتجوزها. وساعتها بتقول له لازم بكره الساعه 10 الصبح يكون في مكتب الزواج. وفعلا تاني يوم الصبح اخوه كيرا بيكونوا بيفطروا، ولكن ايفان بيطلب من كيرا انها تودي ابنه النهارده للحضانه الجديده لان هو عنده مشوار. وبعدين بياخد اخوه بره وبيبدا ان هو يحكي له المواقف اللي حصلت معاه من سنين مع كيرا، وان هو مش فاكرها بس هو خايف ان هو يكون اب الطفل منها وهو مش عارف. وساعتها اخوه بيقول ان هو على طول كان عديم الضمير، وان هو مش فاهم يعني الضمير ده صحي امتى، ولكن بيقول ان هو في الاول وفي الاخر اب الولد اصلا، وان هو لازم يفكر في ده وبس. وبعدها بيروح يقابل يونج اللي بتكون مستنياه وبتقول انها كانت واثقه ان هو هيجي، وبتقول له ان هما بمجرد ما يتجوزوا وقتها تقول له عن مكان البنت. وفعلا بيخشوا وبيتصوروا، ولكن في الوقت ده بتوصل مكالمه لايفان من كيرا اللي بتكون قدرت تجيب رقمه، ولكن مش عارفه هي بتكلم مين. هي فاكره انها بتكلم والد بنتها القديم بس مش اكتر. وبتقول ان هو من 6 سنين كان مع ست تخينه وان هم عملوا علاقه مع بعض وان هي البنت دي. وعشان كده ايفان بيفهم ان الست دي وقتها كانت مش يونج اصلا، وان الحمض النووي اللي قدروا ان هم يطبقوه في المستشفى كان لبنت تانية غير البنت اللي بتتكلم عنها يونج وهي ليلى. وعشان كده مش بيكمل معاها المراسم وبيخرج يركب عربيته وبيطير بيها عشان يروح يقابل كيرا اللي بتتكلم معاه. ولكن بتكون يونج سمعت المكالمه كلها، وعشان كده بتتصل بامها وبتخليها تروح بعربيه تخطف بيها كيرا، وفعلا بتقدر انها تخطفها وبتخدرها. ولكن بيكون ايفان شافها، وعشان كده بيتصل بالمساعد بتاعه يقول له ان هو عايز معلومات وتتبع للعربيه دي. وبعدها بنشوف يونج بتتكلم مع كيرا وهي مربطاها، وبتقول لها ان هي من اول لما جت هنا وهي اصلا مش مطمنه لها، ولكن عمرها ما كانت تتوقع ان هي كيرا التخينه بتاعت زمان. وبتقول لها ان امير ابن ايفان هو ابنها هي، وان هي كانت حامل في توأم، وان والد اطفالها هو ايفان. ولكن بتقول لها ان دلوقتي هي هتخليها تخينه تاني لحد لما تموت. وبتقول لها ان هي مش هتخسر كل حاجه، بالعكس هي تاخد كمان ليلى بنتها، وقتها بس هتقدر انها تتجوز ايفان، وان ده هو حلم حياتها. ولكن الساعه الذكيه اللي في ايد ليلى بنتها بتقدر انها تعرف مكانها بيها، وعشان كده بتطلب من امير ان هو يتكلم مع والده بسرعه ويقول له ان هم عرفوا مكان كيرا. وفعلا بيتصل امير بابوه بيقول له ان هو لازم يجي بسرعه. ولكن في نفس الوقت ده بتكون والده يونج بتقول لها ان هم لازم يسيبوا المكان حالا ويحرقوه، وبتبدا والدتها انها ترمي بنزين في كل حته. ولكن قبل ما الست ترمي الولاعه في الارض بتكون قدرت كيرا انها تفك ايدها وبترمي على دماغها كرسي وبتحاول تهرب، بس الست بتمسكها من رجلها وبترجعها تاني للغرفه اللي هم فيها وبترمي عود كبريت مولع في الارض. ولكن ايفان بيكون قدر ان هو يوصل في الوقت ده وبيكسر الباب وبيخش عشان ينقذ كيرا، وبيطلب من الحارس بتاعه ان هو ينقذ الست الكبيره كمان عشان يعرف هي مين. وفي المستشفى اول لما بتصحى كيرا بتلاقي ان الاطفال حواليها، واول حاجه بيقولها ايفان هو متاسف جدا ان يونج ووالدتها هم كانوا السبب في اللي حصل ده كله، وبيقول انها هربت وانها اختفت عن الانظار. وفجاه بيخش اخوه الصغير بلهفه وبيبدا ان هو يطمن على كيرا، وبيسال اخوه باستغراب هي ليه ممكن يونج الشريره دي تعمل كده مع المربيه الجديده، وان هي طيبه جدا. ولكن ايفان مش بيكون عنده رد للكلام ده كله لانه خايف يفضح السر. وساعتها امير بيتكلم معاهم ببراءه وبيسال كيرا اذا كان ممكن حاجه تربطه بليلى بنتها، فبتقول له بحنيه ان هم اخوات وان هم يفضلوا طول العمر سوا. ولكن طبعا بتقولها قدامهم كتعبير مجازي. ولكن اخو ايفان الصغير بيروح لحد اخوه وبيقول بثقه ان هو لازم يفهم امير ان هي فعلا هتكون واحده من عيلتهم قريب لان هي هتبقى مرات عمه. وطبعا ايفان بيكون متضايق جدا وبيغير، ولكن مش بيتكلم عشان ما يكشفش حاجه. وبعدها بنشوف ايفان واخوه هما الاثنين في الجيم، والبنات بتتفرج عليهم وهم بيتنمروا، وكل واحد فيهم بيحاول ان هو يبين مدى قوته وعضلاته قصاد كيرا، لحد لما كيرا بتروح عند ايفان بسرعه بخضه بسبب ان هو بيمثل بذكاء ان كتفه اتمزق من التمرين، وعلى الجانب الثاني اخوه الغبي بيمثل ان هو وقع الدمبل التقيل على رجله. ولكن كيرا بتقوله ببرود ان هو اللي غلطان لانه كان قدامه مساحه كبيره ممكن يرمي الدمبل فيه. وبعدها بتقعد كيرا مع ايفان وبتساله بفضول هو ليه عمره ما فكر يتجوز من يونج طول السنين دي، فبيقول بصدق ان هو عمره ما كان بيحبها اصلا وعمره ما فكر فيها كزوجه، وان هو مستني الوقت المناسب عشان يلاقي ام حقيقيه ومناسبه للامير. وبعدين بتلاحظ كيرا بذكائها ان يونج الشريره موجوده بتراقبه من بعيد، وعشان كده بتبدا انها تتكلم مع ايفان بحب زياده وتدلع عليه، هو مش بيكون شايفها اصلا. وعشان كده بيتكلم بصراحه شديده وبيقول ان هو معجب بكيرا جدا، وان هو كان بيكون غيران عليها بجنون لما كانت بتقابل اي حد غيره، وان هو عمره ما كان فاهم المشاعر دي غير لما شافها. وهي مش بتكون فاهمه هو بيقول كده عشان هو بيمثل ولا شايف يونج، ولا هو بيقول كده بجد طالعه من قلبه. واول لما بتخرج كيرا من المكان بتكون عارفه ومتاكده ان يونج هتمشي وراها عشان تنتقم، وعشان كده بتفتح التسجيل في تليفونها. واول لما يونج بتكون عايزه تضربها بحجر كبيره من وراها بتمسك ايدها بقوه بتزقها في الحيطه، وبتبدا كيرا انها تقول لها كلام مؤذي جدا وتستفزها، زي ان ايفان عمره ما كان بيحبها، وان هو كان يفضل يتجوز البت التخينه بتاعت زمان على ان هو يلمسها هي. وساعتها بتقول يونج بغل ان هي دلوقتي مشكلتها بقت معاها هي شخصيا، وان هي تحرقها وتقتلها، وان من غير ادله الشرطه مش هتلمسها. بس كيرا بتضحك وبتقول يونج ان هي غبيه جدا لان الدليل في ايدها، وبتفهمها ان هي كانت بتسجل لها كل حاجه، وبتقولها ان هي تثبت ان هدتها الهرمونات عشان تتخن زمان، وانها سرقت ابنها طول السنين دي، وان دي حاله خطف مكتمله الاركان، وان هي مش هتفلت من العقاب ابدا. ولكن من سوء حظ كيرا ان ايفان بيكون جاي وراهم وسمع كل حاجه، وبيقول بعصبيه ان هو كده فهم بقى الموضوع، وان هي جوه كانت بتستغل مشاعره وبتدلع عليه عشان بس تضايق يونج وتستفزها. ولكن بعدها
بيروحوا كلهم على اسم الشرطه عشان يونج بيتقبض عليها متلبسها، ولكن لما بيخرجوا بيكون ايفان متضايق قوي من كيرا وبيقول بجمود ان هي كده مشاركاها في الجريمه لان هي كانت من الاول المفروض تقول الحقيقه بما ان هي عرفت من بدري. وبيقول كمان ان هو دلوقتي شاكك ان هي كانت متفقه مع يونج من البدايه على اللعبه دي، ولكن بعدها بتكون في مشكله اكبر لان ايفان بيقول لاخوه عن كل حاجه وعن حقيقه الاولاد، بس اخوه بيبان ان هو اناني جدا وبيقول بعند ان ليلى مش هتقول لحد بابا غيره هو، وبيقول لايفان ان هو اب اناني جدا عشان يسيب بنته طول السنين اللي فاتت دي وجاي دلوقتي ياخد البنت وامها على الجاهز. وساعتها طبعا ايفان بيفقد اعصابه وبيبدا ان هو يضرب اخوه بقوه لحد لما الاطفال بيخشوا وبيطلبوا منهم بدموع يوقفوا خناق، وكيرا بتيجي تفهم هو في ايه، والبنت الصغيره ليلى بتقول لها ان هما بيتخانقوا عليها بسبب ان هما الاثنين بيحبوها وعايزين يتجوزوها. وفعلا اخوه بيقول لكيرا بحب ان هو بيحبها وان هو عايز بنتها تكون بنته، ولكن ايفان بيقول بغضب ان هو مش موافق وبياخد كيرا بعيد وبيقول لها ان هو مش هيخلي ولاده يتربوا تحت ايد حد تاني غريب حتى لو كان اخوه. ولما كيرا بتقول بابتسامه ان هو غيران بيقول بتوتر ان دي مش حقيقه ولكن هو بس خايف على مصلحه الاولاد. ولما كيرا بتقول باستفزاز ان طالما هو ده السبب هي ممكن توافق على اخوه عادي، بس هو بيقول لها بعصبيه ان هو مش موافق ابدا لان هو بيحبها ومعجب بيها ومش هيسيب اي حد يكون والد اطفاله غيره هو. وساعتها بتقول له كيرا ان هو لازم يثبت ده بالافعال وان هو يكون اب فعلا الفتره اللي جايه وان هم لازم يروحوا لجدتها عشان يتكلم معاها ويقنعها بالجواز. وبعدها بتطلع كيرا تتكلم مع اخوه بهدوء وبتقول ان هي بتحبه ولكن كصديق واخ، بس اخوه بيتضايق جدا ومش بيتقبل الموضوع بسهوله وبيقول بحزن انه هيبعد عن طريقها تماما وبيمشي. وبالليل بيروحوا يتقابلوا مع والده كيرا واول لما بتشوفه بتقول باستغراب ان هو شكله مش غريب عليها وان هي حاسه انها عارفاه وشافته في الاخبار، ولكن هي مش فاهمه هو ليه جه فجاه كده معاهم. وبيقول ايفان باحترام انه عايز يتجوز بنتها. وبعدين الام بتبص في تليفونها وبتعرف ان هو السيد ايفان فانس اغنى رجل في المدينه كلها، وبتقول بخضل الموضوع غريب شويه، بس هو بيقول لها انه مش غريب ولا حاجه لانهم عارفين بعض من 6 سنين وان هم بيحبوا بعض. فبتقول له الام بحكمه ان هم دلوقتي اهل وعندهم اطفال وان هم لازم يشوفوا اذا كانت الاطفال هتقدر انها تتاقلم مع الوضع الجديد ده ولا لا، لان هم ممكن يكونوا فرحانين دلوقتي وبعدين يتضايقوا. واول لما ايفان بيقول للام ان هو اصلا والد الاطفال الحقيقي الام بتتجنن وبترش عليه العصير اللي في ايدها وبتقول بغضب ان هو شخص مش محترم وان هو كان بيعامل بنتها زمان على انها آلة للاطفال وان هي استحاله تسامحه على اللي عمله وبتمشي وتسيبه. بس بنتها كيرا بتطلع وراها وبتقول ان هي فاهمه غلط وان يونج هي السبب، بس امها بتقول بانهيار ان هي اللي غلط لان الشخص ده عمره ما كان جنبهم في شدتهم وان هي كانت بتستلف من كل الناس عشان خاطر بس تربي البت الصغيره وتصرف عليها وان هي لازم تفكر في كل الكلام ده والوقت الصعب اللي عدوا بيه لوحدهم. بس ايفان بيخرج وبيقول لها بصدق ان هو مظلوم وان هو عمره ما كان عارف اصلا ان هي حامل او عندها بنت منه. وساعتها بتقول له كيرا انها تاخد بنتها عشان يفكروا بعيد وبيرجعوا البيت، وهناك بتبدا بقى كيرا انها تقنع امها بيه وتدافع عنه، وامها مش بتكون مقتنعه لحد لما بيجي امير ومع والده ايفان وبتشوف بعينيها قد ايه هم منضبطين معاه وبيحبوه وبيراعوه، وعشان كده بتقرر انها تسيبهم براحتهم وبتوافق على الجواز. عشان كده بنشوف كيرا تاني يوم وهي مبسوطه وبتقيس فستان الزفاف، واول لما ايفان بيشوفها بيقول بحب ان هي جميله جدا، ولكن في الوقت ده بيوصل اخوه بيقول بابتسامه ان هو فكر في كلامهم وعشان كده جاي يكون معاهم في يوم زي ده ويدعمهم، وبيقول بمرح ان في فساتين احلى من دي بكتير وان هو لو كان العريس كانت هتكون احلى كمان، بس هو بيكون بيهزر وبيضحكوا. وبعدها بيشوف يوم فرحهم الكبير وهم بيتبادلوا الخواتم، ولكن في الوقت ده بتوصل يونج الحربايه وبتقول لهم بصوت عالي ان هي حامل من العريس وان هي معاها كل الاثباتات، وبتقول لكيرا بخبث ان هي مش عشان بس يعني مش مراته تفتكر ان هو عمره ما لمسها، ولكن هو كان بيقرب منها كتير جدا لان هي الست الوحيده اللي كانت جنبه وطول الفتره اللي فاتت. وساعتها ايفان بيتعصب ويقول للحراس يطردوها بره لان هو عمره ما لمسها، بس هي بتقع على الارض وبتبدا انها تمثل دور الضحيه وان هو كان بيستغلها. بس طبعا كيرا مش بتصدق غير الاوراق وبتقول ايفان بشك ان هي عندها حق لان هي حامل والحمل منك. وساعتها ايفان بيتعصب ويروح عند يونج وبيطلب منها بتهديد تقول الحقيقه، فبتقول بتبجح انها بتقول الحقيقه وعشان كده هو خايف، وبتقول كمان ان امير هو ابنها مش ابن كيرا وان هي بتكذب وان هي دخلت السجن ظلم بسببهم. بس والده كيرا بتبدا تضربها وبتقول لها ان هي بنت مش محترمه وكدابه، وكيرا بتقول لها بثقه ان هي النهارده بتحاول توقع ما بينها وما بين حبيبها، بس هي مش هتقدر انها تعمل ده لان هي عارفه انها عاقر مش بتخلف اصلا، وبتشغل تسجيل صوتي قصاد الكل بيثبت ده وهي اللي قايله كده بلسانها. وطبعا في الوقت ده بقى الكل بيعرف الحقيقه ويونج بتتفضح. وفي اليوم ده بسبب طبعا الكل بيحتفل وبيكونوا سكرانين، صاحبه كيرا واخو ايفان الاثنين بيروحوا اوضه الفندق مع بعض وبيقضوا الليله كلها سوا، وتاني يوم طبعا الاثنين بيصحوا مخضوضين من اللي عملوه وبيتفقوا ان هما مش هيقولوا لحد خالص عن اللي حصل في الليله دي. ولكن بتكون في مشكله صغيره جدا، صاحبتها بتروح تقول لكيرا وهي انها حامل، وطبعا اخو ايفان بيسمع ده بالغلط من ورا الباب وبيخش يقول لها بعتاب انها كانت المفروض تيجي تقول له هو الاول، بس هي بتقول بانهيار انها كانت مش هتعرفه اصلا لان هي تنزل الطفل ده لان هي لسه في العشرينات من عمرها وان هي مش عايزه تضيع عمرها في تربيه طفل. بس هو بيقولها بصدق ان هو هيكون اب صالح وان هو عايز الطفل ده، وبيقول بصرامه انها مش هتعمل عمليه اجهاض ابدا. وساعتها كيرا بتاخدهم هما الاثنين جنبها وبتقول بحكمه ان هما لازم ياخدوا
يقضوا وقت مع بعض عشان الفترة اللي جاية يقرروا هيعملوا ايه في الهدوء. وبعد شهر واحد بنشوف كيرا وزوجها واخوه وهم بيفطروا سوا، وبيقول اخوه بفرحة ان هو اتفق خلاص مع حبيبته ان هما يتجوزوا الشهر اللي جاي عشان يعلنوا كمان الحمل للكل، وان هو دلوقتي هيروح معاها عشان يدوروا على الفستان. وفي النهاية بنشوف الأربعة هما مع بعض في المستشفى وصاحبتها بتولد، وطبعا الكل بيكون مبسوط والنهاية بتكون سعيدة جدا ليهم كلهم.